يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كنافه باكتر من طريقه بسيطه جدا. جبت نص كيلو كنافه وحطيتها في الفريزر يوم كامل. بعد كده طلعتها وهي مجمده، فركتها. تمام، اللي عايز يستخدم الكبه ويفرمها في الكبه تمام. انا فركتها بايدي كده فاتفركت معايا بكل سهوله. ولو لو لقيت مكعبات كده او فيها حاجات مش حلوه فشلتها، اللي هي بتبقى معجنه او عامله كده، فشلتهم. وبعد كده جبت ربع كيلو، سوري، كوباية كاملة من الزبدة. تمام، وسيحتها ونزلت بنص الكوباية وقلبتهم كويس جدا مع بعض لغاية ما الزبدة اندمجت مع الكنافة. وجايبه الكوبات دي، انا هوريكم اكتر من شكل لو ما حدش متوفر عنده، لو مش متوفر عندكم الاشكال بتاعه الكنافه، الاشكال دي اللي هي بتاعه اشكال التارت، تمام، انا هوريكم لكم اكتر من شكل وان شاء الله هتعملوها بكل سهوله. اول حاجه، نضم ايدينا كده بيها، نضمها على ايدينا قوي كده. لو فتولت يبقى هي لسه محتاجه زبده تاني. اهم حاجه نلفها بالزبده كتير عشان خاطر لما نطلعها من الفرن ما تفرقش مننا وتتبهدل. ونسيبها تبرد خالص وبعد كده نسقيها بالسيرب. السيرب هقول لكم عليه عشان انا ما عملتوش معاكم في فيديو عشان ما يبقاش اطول من كده. كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه من الميه وعصره ليمونه ونص معلقه عسل ابيض. تسيبوها على النار بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير. وبعد كده تنزلوها وتحطوا عليها رشة فانيليا. ادي الكمية. بعد ما خلصتها بالشكل ده هنزل في كل معلقة، هنزل في كل مكان معلقة. وانا فاتحة الفرن على درجة حرارة 120. مش هتاخد 10 دقايق في الفرن او اقل من كده كمان، بس اهم حاجة نخلي بالنا منها. اول ما تاخد لون نقلبها، نجيب من الشكل ده، نجيب الجنب اللي بره جوه ونحاول نلفها عشان خاطر ما تتحرقش مننا وعشان هي بتاخد لون بسرعة علشان فيها زبدة. بعد ما طلعتها خدت اللون الجميل ده، لونها حلو جدا بس هي لسه سخنة. انا هسيبها لما تبرد. بعد كده هجيب مانجا معاكم، هجيب واحدة مانجا وهقشرها. انا هقشرها معاكم وبعد كده دي اللي هعمل بها الصوص. هعمل معاكم صوص مانجا، انا استخدمت 2. دي هعملها للصوص وواحدة هعملها للتزيين. وبعد ما اقشرها اقطعها، بس اهم حاجة تكون المانجا اللي هي يعني جامدة كده عشان تعرفي تقشريها. بعد ما خلصت تقشيرها هقطعها. وبعد كده هوريكم الشكل التاني اللي كنت قايلكوا عليه. هتجيبوا اي كوبايه، اي فنجال، اي حاجه صغيره بتشربوا فيها القهوه او النسكافيه. وانا قطعت مكعبات من المانجا وكبست حبه كنافه في المج جامد جدا. وبعد كده هحط المانجا واغطيها بالكنافه تاني واضغطها جامد قوي. وبعد الضغط هخبطها خبطتين صغيرين على ايدي وهتنزل بكل سهوله. هعمل معاكم خطوة تاني بس ما حذفتش الخطوة دي عشان اوريكم بس تتعلموا حاجة انا كنت ممكن احذفها، بس خليكم عشان تشوفوها. وهنزل كمان اخر 3 قطع وهكبسها كويس جدا وهفضل اضغط عليها جامد. وكنت هنزلها على الصينية، على الصينية انها ادخلها الفرن، بس هي كانت عايزة ضغطة وانا غلطت عليها قوي فوقعت مني، فلميتها تاني واشتغلت بيها عادي ولا اي حاجة. وهنزلها على ايدينا وبعد كده هننزلها في الصينية بكل سهولة. ده شكل بسيط جدا وسهل والمج موجود في كل بيوتنا. هنزل معاكم بقى بالصوص. هعمل معاكم الصوص. نزلت معلقتين من النشا، عليهم معلقتين من الميه، معلقتين من الصغيرين. وكنت مقطعه معاكم المانجا اللي قطعتها، هنزل عليها معلقتين عسل. وبعد كده لو في هاند بلندر اشتغلوا بيه، انا هشتغل في الخلاط. نزلت بالمانجا وبعد كده نزلت بالنشا، انا عايزاها السمكة دي. وبعد كده رفعتها على النار،
خليتها بس خدت دقيقتين غلت بس ونزلتها. اول ما تبقبق تنزل على طول، فضيتها ببوله وهسيبها اركنها على جنب تبرد. انا بوريكم السمك بتاعها، ده السمك اللي انا عايزاه. اهي شكلها بعد ما بردت. وبعد كده هنزل بقى اوريكم انا ازاي بخرج الكنافه بكل سهوله، ولا اتكسرت معايا ولا اي حاجه، وما شاء الله لونها جميل وطعمها اجمل. هنزل كل الكميه كده لما بردت، دي عشان بردت فنزلتها على طول بكل سهوله. وبعد كده السيرب هسقيهم بمعلقتين من السيرب، ما نكترش سيرب والشربات كتير علشان خاطر فيه لسه تزيين، علشان ما تبقاش تقيله. انا حطيت بس مجرد معلقتين. والصوص، وضربت كريم شانتيه عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، نص كوبايه لبن ساقعه، سامحه تكون ساقعه جامد جدا، ونزلت عليهم ظرف من الكريم شانتيه وضربتهم وحطيتهم في كيس حلواني ونزلتهم بالشكل ده. وهخلص الكميه دول. بعد كده هوريكم شكل تزيين جديد. هنزل بالمانجا، معلقتين مانجا على كل واحده. ودي شكلها بعد ما خلصت بجد تحفه قوي. ودي اللي كانت في الفنجان برضو جميله جدا. وكمان المانجا لما دخلت الفرن طلع طعمها حكايه. نزلت عليها بمعلقه من السيرب، اقل كمان من معلقه. وهنزل بالصوص على الوش كده، عطاها طعم حكايه. وبعد كده جبت باقي الكنافه، كنت حمصتهم في الفرن، دخلتهم بعد ما طلعت دول، ما خدوش معايا وقت، كنت بقلبهم لغايه ما خدوا اللون ده. بعد كده هنزل بالكبات، هنزل بصوص المانجا في الكبات. وبعد كده هنزل بالكنافه، معلقتين في كل كب، في الكاسات سوري. وبعد ما خلصت المانجا هنزل بطبقة الصوص تاني. لغاية وهعمل بالكريمة واحط طبقة كريمة في النص وهسويها كويس. وهسويها معاكم بالشكل ده. بعد كده هنزل بالكنافة، معلقتين كنافة في كل كاس، واسويهم كويس. بعد ما خلصت واتبقى معايا ما شاء الله كمية تاني، نزلت بالصوص. وهنزل بمكعبات المانجا. مكعبات المانجا انا حطيت عليهم معلقة من العسل، معلقة صغيرة، وقلبتهم كويس جدا عشان لونهم ما يغيرش، يفضلوا محتفظين باللون بتاعهم. وباقي الكريمة لفيتها كده على الكوب من بره، والشكل ده عملت له روزتات. وقلت اقطع معاكم، هي لسه سخنة، هي دافية كده، هي لسه مبردتش، بس حقيقي حكاية وطعمها تحفة. لو عجبكم الفيديو، لو وصلتوا معايا لغاية هنا وعجبكم الفيديو، ياريت ما تنسوش اللايك، وقولوا نعمل مع بعض ايه الوصفة الجاية. ودي بعد ما قطعتها، بعد المانجا ما دخلت والفرن وطلعت، بصراحة انا حبيت طعمها جدا. هبقى اجرب المانجا بعد كده في الفرن معاها. بصراحة خدت طعم حكاية، انا عجبتني الطعم مع المانجا والكنافة بعد ما دخلت الفرن وطلعت، لا طعمها في حتة تانية. والكب ده كمان طبقاته حلوة، الكريمة مع المانجا مع صوص المانجا، لا روعة. ان شاء الله تجربوه، ونجربتوه نزلوا التطبيقات في الكومنتات.